سلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناتي مع وصفة جديدة. وصفتنا لنهار اليوم رفيس القسنطيني. نروح نشوفوا مع بعض الوصفة وطريقة التحضير. عندنا 3 كيلات سميد متوسط، انا نستعمل السميد تاع الكيلو، نشريه بالكيلو. هنا نفس الكيلة اللي تخدموا بها كملوا بها حتى الاخير. قلنا 3 كيلات سميد متوسط، نفس الكيلة نعمرها نص زبدة ونكملوا بالزيت، ملعقة صغيرة ملح، ونبسس السميد تاعنا مليح مليح. بعد ما يدخل لنا هذاك الليدام مليح في السميد ويتبسس لنا السميد تاعنا مليح، راح نلموه بنفس الكيلة، نعمروها نصف ماء ونصف ماء الزهر، ونلمو العجينة تاعنا، ما نعجنوهاش، نلموها فقط بأصابع اليد باش ما تعجناش وتولنا معلكة بعد ما يجينا لا رفيس لا والو. قلنا هنا راني نبسس فيه مليح مليح، من بعد نلمو بكيلة ماء مع ماء الزهر. انا هاد الرفيس تعلمته من عند لوستي الكبيرة الله يجازيها. هاوليك راني نلم به غير باطراف اصابع اليد. بعدها راح نحطو في سنيوة تدخل للفوق. هنا ما تخافوش راكو تشوفوا هكا حطاتو برك، ما رانيش مبسطاتو مليح مليح خاطر بعدها راح يطيب، ومن بعد راح نكسرو ونرحيه. تسمى ما كان له يعني تبسطوه مليح مليح. بعد ما تحطوه في السنيوة لازم ضروري تقطعوه وتدخلوه يطيب على فرن مسخن من قبل. هاوليك بعد ما طاب لنا تحمر من الاطراف، نروح نرحيه. اللي تقدر ديرو كيما الطريقه تاع زمان بالسيار ديرو، اللي ما تقدرش بالميني اشواغ فقط ترحيه يجيها كيما تاع السيار. هنا راني رحيته وراح نروح نكسرو بنفس الكيلة اللي خدمت بها في الاول كامله حليب. شوفوا كيفاش يخرج لي. هاوليك الرفيس تاعنا راح نكسرو بالماء. الكيلة كملوها كامل ما تخافوش، ما تخلي ما يرحش يتعجن لكم. بعد ما يتشرب لنا هذاك الحليب اللي درنا به، راح نحطو يفور للمرة الاولى. هو راهو يفور مرتين. المرة الاولى راني كسرته بالماء قبل ما يفور، كسرته عفوا بالحليب، ومن بعد كي نشف لي نروح نحطو يفور للمرة الاولى. بعد ما يفور راح نزيد نديرلو شوية ماء الزهر مع الماء. هاوليك فار للمرة الأولى. هاوليك ماء الزهر، هنا عفوا ماء الزهر فقط، نص كيلة ماء الزهر. وشمخوا بها الرفيس تاعكم، خلوه يتشرب مليح. كي تشوفوه برد تماما وتشرب هذاك الماء الزهر، فوروه للمرة الثانية. في المرحلة الأخيرة هذه المرة الثانية بعد ما يتفور لنا، اللي تحب تعسلو وتاكلو لازم تاكلو تمتم. اللي ما تحبش تقسمو على نصفين، تخبي نصف في الكونجيلاتور والنصف الاخر راح ديرلو العسل والزبده. هنا هاوليك وفار لي للمره الثانيه، راح نديرلو زبده ولا مارغرين مع العسل، ندوبهم على النار، ما نخليهمش يسخنوا مليح. ندوبهم ونحطهم في الرفيس تاعي، نخلط مليح ونزيد المكسرات. كل واحد واش عنده، اللي عنده اللوز يدير اللوز، اللي عنده الجوز يدير الجوز، اللي عنده الكاوكاو يدير كاوكاو. انا هدايا كان لوز مرحي، بصح ما عنديش حبيبات، عوضتهم في الديكور، عوضت كان عندي كاوكاو محمص درتهولو وشويه سكر غلاس من الفوق والعسل للتقديم طبعا. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دعوة خير، إلى الملتقى مع وصفة